كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلص ومعاه الدراما الرمضانية خلصت، وخلينا نطلع بره الكورة شوية. بقالنا كتير بنتكلم في الكورة بس، ونتكلم على ايه أكتر حاجات كانت مؤثرة في رمضان مسمعة. ايه أحلى حاجة وأوحش حاجة، وأنا عايز أعمل سبوت لايت كده على حاجة كانت بالنسبة لي أحلى حاجة في رمضان السنة دي، وهو برنامج نور الدين والشباب. البرنامج ده بتاع علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق. البرنامج ده كان جميل جدا. كان بيجي دايما قبل الفطار، مدته صغيرة تقريبا، ما كانش بيتجاوز تلت ساعة. دي مش أول السنة على فكرة يعمله، هو موجود من السنة اللي فاتت أو قبلها كمان، اللي قبل اللي فاتت. بس صراحة يعني أول مرة أنا أتابعه بشكل منتظم. المواضيع اللي بتتناقش فيه هي مواضيع شبابية وحياتية. بيتناقش فيه بشكل لطيف رؤية الشباب من ناحية قصاد رؤية العالم من ناحية تانية. يعني احتراف شديد بصراحة برضو إن علي جمعة من الشخصيات الكبيرة قوي في النقاش، شخص بيعرف يليد النقاش بالشكل اللي هو عايزه وبياخده في الحتة اللي عايزه، وعارف يتعامل مع الشباب وعارف يخاطبهم بلغة قريبة رغم سنه الكبير. أنا بقول علي جمعة بس هو مقاما وقيمة كبيرة يعني، فبس مش عشان ما اقعدش اقول القاب كتير، بس هو مقامه محفوظ. فالبرنامج ده هو احسن برنامج واحسن حاجه كانت في رمضان السنه دي قولا واحدا. كان في حلقات انا متذكر وانا كنت بسمع كده على السريع، زي حلقه المساواه بين الرجل والمراه، كانت على 3 اجزاء. الحلقه دي كان فيها ديسكشن لطيف قوي. كان في برضو الحلقه اللي على الراب، وهو بيخلي الشاب نفسه يشرح عادي انا مش عارف اشرح لي ونمشيها مع بعض خطوه خطوه، وازاي الفرق بين الراب والهجاء، وما بياخدش الحاجه بالمسمى العادي. فده كان رائع الصراحه ويحسب له. ساب له الحاجه الوحيده بس ان هو يعني بخبره بقى الحياتيه بتاعتي ودراستي، فلا هو بيعرف ياخد النقاش في الحته اللي عايزها، وبيعرف يحسسك ان هو قال لك اللي انت عايزه، بس هو بيكون هو قال اللي هو عايزه. فهو بيعرف يوجه النقاش قوي قوي ويحقق اللي هو عايزه مهما كان. ده بس يعني ده شخص تخاف تتناقش معاه الصراحه، بس غير كده البرنامج كان رائع. طيب نخش بقى في المسلسلات والاعمال الدراميه. خلينا نقسمه النص الاول والنص الثاني. النص الاول كان بنقول عليه نص سيء، لا الصراحه طلع عظيم مقارنه باللي حصل في النص الثاني. مفيش عمل السنه دي في رمضان حلو على الاطلاق، مفيش خالص. ودي كل سنه كنا بنقول دي اقل سنه، لا السنه دي هتتربع بجداره، واتمنى ان احنا ما نشوفش حاجه زيها تاني السنه الجايه. في النص الاول كان في عين سحريه، وكان في اصحاب الارض، وكان في هي كيمياء. اعتقد ان دول اكتر 3 حاجات نور. وهي كيمياء يعتبر المسلسل الكوميدي الوحيد سواء في النص الاول والنص الثاني، وهو نجح في ده، وهو كان دوره جاي معروف انا جاي اضحكك. ما كانش فيه اي مسلسل كوميدي تاني، كله كان حاجه بائسه جدا. رغم برضه ان هي كيمياء وصل لحلقات ان احنا كانت بتبقى حلقات قلش وحلقات ملهاش لازمه، وخدنا 4 حلقات ملهمش لازمه، بس يعني يغفر لهم مقارنه بالاعمال الباقيه. يا عين سحريه، القصه خيشت في الاخر، التعامل معاها كان سيء قوي. وانا ما زلت مقتنع هو عين سحريه هو باسم سمره. لو كنا شلنا باسم سمره من المسلسل ما كانش هياخد الهايب ده، لان هو فعليا فكرني بفيلم الجوكر بتاع خواكين فينيكس. هو من كتر قوه تمثيله هو بقى هو الطاغي على المسلسل. فهو انت نجاح المسلسل بسبب نجاح تجسيد باسم سمره فقط لا غير. حتى في ناس عجبت بعصام عمر وبتاع، بس لا يا جماعه يعني اداؤه حتى ما بينهم هم مع احمد علاء ومع باسم لا هو اقلهم، ولسه خبرته هتحتاج تيجي كتير رغم ان هو ممثل شاطر شاطر. النص التاني بقى، النص التاني كان حاجة في منتهى البؤس. النص التاني برعاية قانون الأحوال الشخصية والطلاق ومحكمة الأسرة. يعني مع أحب الدراما تناقش قضايا، واتعملت السنة اللي فاتت في لام شمسية، واتعملت السنة اللي فاتت في ظلم المصطبة، بس كانت الأساس إنها دراما. إنما إحنا حرفيا سواء المتر سمير، سواء أب ولكن، سواء بابا وماما كان 3 الأحوال الشخصية كان ناقص يطلعوا لنا بالمسطره ويشرحوا لنا، وهم فعليا عملوا كده. يعني احمد فهيم ادى خطبه عصماء، سواء في اب في بابا وماما جيران، او سواء في متر سمير، كان بيسيب القضيه ويقعد يدينا خطبه نفس الممثل بنفس الدور تقريبا. فلا لا لا كانت حاجه صعبه قوي يا جماعه، يعني كانت حاجه صعبه وبائسه وخارجه من المنطق. يعني متر سمير بدا كويس ككوميدي، وخد القضيه بتاعي يعني، فاللي هو يا انا محامي فاشخ كل الناس، بس لما مراتي جت عايزه تطلق مني اتطلقت مني من اول جلسه، وانا مش عارف.
ومش عارف اشوف بنتي ومش عارف اطلع عينها، رغم ان حواليه بيديك امثله ان في اهالي عاملين ده. ايه يا عم يعني، كفايه بقى يعني، كفايه عقر الصراحه. فصعب قوي. من ناحيه تانية هنقول ان احسن، لو اتكلمنا عن باسم سمره كتجسيد هنرجع نتكلم على ريهام عبد الغفور في نرجس. كانت مسلسل فيه تجسيد رائع منها ومن حمزه العيلي، بس المسلسل كله على بعضه ما يتشافش. سوري يا جماعه، بتحكي قصه حقيقيه واحترام القصه الحقيقيه وكل حاجه، بس انت بتاخد القصه عشان تطلع منها دراما. انا ما شفتش الدراما في نرجس، يعني انا شفت ان احنا اكننا بنعمل دوكيومنتري. فلا صعب يعني، لولا فعليا التجسيد المرعب لريهام عبد الغفور كمان اكتر من حمزه العيلي، المسلسل ده كان راح في داهيه. يعني انا شفت تجسيد وشفت دراما من قصه ومأساة زي ظلم المصطبه. وللعلم يعني كل الناس كانت بتتكلم ان لام شمسية السنه اللي فاتت هو احسن مسلسل في رمضان. بالنسبه لي لا، قولا واحدا، وان كان ظلم المصطبه هو احسن مسلسل في رمضان. مسك الختام باحسن مسلسل في رمضان بقى حقيقي هو اصحاب الارض. بس هقول ان هو احسن مسلسل في رمضان لغايه الحلقه الثامنه. ما بعد الحلقه الثامنه انا مش هعتبره جزء من المسلسل. يعني احنا بنتكلم فيه بعد كده 6 حلقات خرجنا عن السياق. المسلسل كان عظيم، اقرب كتير للدراما الاوروبيه في تغطيه وعرض الكوارث الانسانيه في عمل درامي رائع. انت اخترت كام نقطه وركزت عليهم. انت في الاخر زي ما كنت بتيجي نعمل ريسيرش او بنعمل حاجه زي دي، يقولك انت مش هتقدر تغطي كل الاسئله، مش هتقدر تغطي كل لحاجه انت عايز تعملها في ريسيرش واحد. فهي نفس الفكره، انت مش هتقدر تغطي مشاكل القضيه الفلسطينيه كلها في مسلسل واحد 14 حلقه. انت كنت بتفوكس من اول دقيقه وبنيت الفكره على بطله دكتوره هتروح بقت في المستشفى، خلاص بقى محور احداثنا معروف. في شويه احداث جانبيه وفي شويه لقطات، يعني لقطه الفرح دي كانت ممتعه وكانت عظيمه وكانت تقدر تعملها في نفس السياق، ان يعني في ناس بره المستشفى بنطلع معاهم لقطات، بس احنا الكور بتاعنا في المستشفى، الكور بتاعنا بيحكي قد ايه المهازل واللي حصلت في المستشفيات والضرب والقصف، وازاي المعاناه بتاعت الاطباء بتوع غزه والمعاناه بتاعت المرضى وان هم ما كانوش عارفين يلاقوا علاج، وحتى الاطباء اللي راحوا. وكانت المفروض نهايتك بقصف المستشفى، لان ما فيش دكتور مصري هيكمل. مصر نفسها ما كانتش هتسمح ان في دكاتره تكمل بعد ما يحصل قصف في المستشفى، وكان لازم ترجع. وبالذات ان كان في المفروض مجموعه تانية كمان من الاطباء كانوا رايحين احنا ما نعرفش، وانت ما جيتش حتى هايلايت عليهم. بس تمام، فخلاص انت دي هترجع هتقفل هنرجع. ان انت بقى تاخدني جوله في كل الاحداث ونطلع في قصه هروب ناس وبتاع، انا ما شايف انا ليه رايح هناك. ماشي، ونرجع بشخصيه عصر 48 وفاقده الذاكره ولكنها متذكره الشوارع وبتاع. انا محترم كل ده، بس مش دي حتتك. يعني انت مش جاي تعكس ده، انت ليك هدف معين في المسلسل، نقطه معينه فوكس عليها وخلي التركيز عليها زي ما كنت مخليه. انما انت مش هتناقش كل القضيه في المسلسل ده، حتى يبقى اختزال ليها. فخسرنا ده، يعني المسلسل خسر الفوكس بتاعه، خسر قوته الدراميه لما حول نفسه لده. بس وهو ده كان ملخص رمضان السنه دي. وانا اتمنى ما اشوفش الدراما دي تاني في رمضان السنه الجايه. واتمنى ان احنا عندنا ممثلين شاطرين نشتغل عليهم سيناريو. وكفايه الصراحه توجيه للسيناريوهات يا جماعه، وكفايه يا 3 4 سيناريوهات شبه بعض، وكفايه سيناريوهات بالامر المباشر عشان بقت باينه قوي. كفايه.